احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تمام كده يا رب. لسه ماتش نادي الزمالك ونادي نهضه البركان خلصان، اللي بتلعب في المغرب على ارض نادي نهضه البركان. ماتش انتهى بنتيجه 2-1 لصالح نادي نهضه البركان. خلينا نمسك نقطة نقطة، نتكلم في كل حاجة، بس نقطة نقطة. خلينا نتكلم عن نادي نهضة البركان الأول. هل نهضة البركان هو الفريق المرعب لنادي الزمالك؟ هل نهضة البركان هو الفريق اللي عنده العناصر اللي تلعب نادي الزمالك؟ هل نهضة البركان هو الفريق اللي يقدر يخطف البطولة من الزمالك بعد المشوار العظيم نادي الزمالك عمله في البطولة؟ لا. نهضة البركان ما عندوش غير لاعب بس، لاعب اللي هو رقم 7 اللي اسمه حديري ولا حاجة زي كده، صورته هتظهر هنا. هو اللاعب ده بس رقم 7 اللي في نادي نهضة البركان. طب طريقة نادي نهضة البركان هل مرعبة لنادي الزمالك؟ لكن لا، طريقة عادية جدا. طب ايه هي طريقة نادي نهضة البركان؟ نادي نهضة البركان بيقدر يسجل اهدافه من الكرات الثابتة، يا اما من الكرات العرضية اللي هي الطويلة، الكرات الطويلة. نادي البركان النهارده كان بيعمل ايه في الماتش؟ كان بيقطع الكرة يرفع على مين؟ على اللاعب دوت اللي هو راكب لاعب رقم 7، اللاعب اللي بأمانة ربنا عنصر مهم جدا كان عندهم في الفريق. فنادي نهضة البركان انت لو قفلت عليه بشكل اصح، انت لو قدرت تخطف عرضياته وتقطع عرضياته اللي بيعملها، لو حسام عبد المجيد كان النهارده في حالته، لو كنت بتلعب بياسر حمد اللي هو اللاعب يقدر يخطف العرضيات الطويله والكلام دوت العاليه يعني، كنت هتقدر اللي هم كانش هيمثل عليك خطوره. تاني حاجه، خلينا نتكلم بقى. يعني انا قلت لك طريقه لعب نادي نهضه البركان، قلت لك هل نادي نهضه البركان فريق مرعب؟ لا، فريق بيقدر بس يسجل من الكرات العرضيه والكرات الثابته يعني، ومن شغل العرضيات والكلام ده، والكور الطويله بمعنى اصح، بيلعب كور طويله، دي طريقه لعبه. ما عندوش تكتيك على الارض، ما عندوش اي تكتيك تاني، هو تكتيك بتاعه الكرات الطويله، الكرات الطويله وفقط. طب تعالى نتكلم عن نادي الزمالك. هل يعني خلينا بنتكلم عن نادي الزمالك، نتكلم عن احمد فتوح. هل احمد فتوح باك وحش؟ لا. هل احمد فتوح عنده نقطه ضعف؟ تقريبا لا. احمد فتوح احسن باك في افريقيا، من ضمن احسن باكات في افريقيا. لكن احمد فتوح النهارده نازل عنده توتر، نازل خايف، نازل خايف ان هو يغلط، نازل مش في مستواه، مش في تركيزه. فكل النقط دي خلته ادت لحاجه واحده بس، ان اللاعب اللي هو رقم 7 دوت اكل عليه عيش وملح. اكل على احمد فتوح النهارده عيش وملح. احمد فتوح ما شربش ولا اكل مع الواد ده. الواد ده كان عامل قفا احمد فتوح صينيه كده بياكل عليها وبيشرب عليها. فاحمد فتوح بالسبب اللي احنا شفناه النهارده منه كان سبب في اسباب ان نادي الزمالك ما يقدرش يحمي شباكه، يحمي شباكه بمعنى الحرف. اما نتكلم عن احمد حمدي، نتكلم قصدي عن حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد بيعمل كوارث، احنا عارفين ان حسام عبد المجيد من زمان بيعمل كوارث، ده الطبيعي بتاع حسام عبد المجيد. نتكلم عن فرقه عامه، مش هتكلم عن لاعب معين بصراحه، نتكلم عن فرقه معينه، فرقه معينه كامله. فرقه نادي الزمالك نازله الماتش بتوتر، بقلق، بخوف، بخوف من اجواء المباراه. فكل ده ادى لحاجه واحده بس، يعني كل اللي انا قلته، كل الاربع نقط اللي انا قلتهم ادى لحاجه واحده بس: عدم تركيز من اللعيبه، عدم وجود المستوى. بس لعيبه نازله بدون مستوى وبدون تركيز، ده بسبب التوتر وبسبب الخوف وبسبب كل ده. ليه يا زمالك؟ نفسي افهم. انتوا لعيبه كويسه جدا، ليه اللي انتوا تنزلوا خايفين؟ انا نفسي افهم ليه نازلين خايفين. فده ادى النادي الزمالك انه يخش فيه هدفين في الشوط الاولاني بسبب ركله جزاء وبسبب كره ثابته. تاني حاجه عواد انت ما ينفعش تكمل في الزمالك. عواد، انت ما ينفعش تكمل الزمالك بربع جنيه. عواد انت ضايع، انت انت عملتش غير موسمين اللي جبنا فيهم الدوري، بعد كده انت خلاص على بركه الله وانت في الشابله خالص. انت ضيعت يا عواد، انت دخل فيك الجون الكره ثابته بالدماغ، ما ينفعش تخش في حارس، ما تخشش، ما تخشش. تاني حاجه، خلينا بقى اتكلمنا عن اللعيبه. قلنا اللعيبه كان السبب عدم وجود المستوى، كان سبب الخوف والتوتر اللي كنا شايفينه في اللعيبه، وعدم وجود الروح برضو. فده ادى لكل النواتج اللي احنا شفناها في ارض الملعب دي. طب هل بقى جوميز لعب بطريقه غلط؟ هل جوميز كان بادئ بالتشكيل غلط؟ لا، جوميز بدا بالتشكيل صح. انت ممكن تقول لي لا كان المفروض يلعب بوباما زي ما انت قلت يا علي. طب ماشي، انا قلت انه كان المفروض يلعب بوباما، بس برضه كان في نقطه انا ما ذكرتهاش، نقطه ان اوباما لسه راجع من الاصابه، فانا ما اضمنش ان هو يجيب مستواه. طب اركن بقى اوباما، فما ينفعش يلعب باوباما. طب ابراهيم النضاي على انا بتكلم عن النواتج الموجوده قصادي. ابراهيم نضاي اخر ناتج ليه كان ماتش سموحه، بسبب انا خسران بسبب ماتش سموحه بسبب ابراهيم نضاي. فازاي انا ابدا بيه في ماتش مهم زي ده؟ فانا برضو ما اقدرش ابدا بابراهيم نضاي. انا بتكلم على ان انا جوميز، فبرضو ما اقدرش ابدا بواحد كان عامل لي كوارث في الماتش اللي قبله. فازاي ابدا بيه كمان في نهائي؟ فاكيد مش هينفع ابدا بيه. فابدا بمين؟ مين اخر واحد عامل نتائج كويسه مع الفريق؟ هو سامسون الكنوني.
سامسون اكينولا، فلازم ابدا بسامسون اكينولا. فهو بدا بالنواتج اللي عنده، النواتج اللي عنده هي سامسون اكينولا، فبدا بيه. فالراجل ما غلطش في التشكيله. تاني حاجه هبدا بناصر منسي، ما ينفعش، الجزيري احسن منه، فهبدا بالجزيري. فهو بدا بالتشكيله الصحيحه. اما يعني سيبك بقى من التشكيله. طب هل التكتيك جوه المباراه؟ التكتيك بتاعه كويس جدا، بس الراجل ركله الجزاء بسبب خطا من اللاعب مش من التكتيك، سبب خطا من اللاعب فدخل فيه هدف. لازم الفريق بقى يتهز بسبب كمان الفريق نازل وهو خايف ومتوتر، فلازم يبقى احسن عدم تركيز، فلازم التكتيك اللي هو عاوزه لازم ما يتعملش في الارض المباراه. انا بجد انا شايف ان التكتيك هو طالب تكتيك من اللعيبه، ما تنفذش من اللعيبه، اللعيبه مش قادره تستحوذ على الكوره، لكن بعد كده قدرنا نستحوذ على الكوره. احنا تقريبا الماتش كله احنا مستحوذين من بعدها اول كام دقيقه في المباراه، نادي الزمالك كانش عارف يستحوذ على الكوره. نادي الزمالك ما قدرش يلعب شوط اولاني، شوط تاني شفنا نادي الزمالك قدر يسجل هدف، ومن سبب الهدف ده احنا شايف النتيجه مرضيه. فخلينا نهدى ده قبل اي حاجه، عشان عارف الناس كلها هتطلع تلوم جوميز. لا، نهدى على جوميز، نهدى على اللعيبه ان شاء الله قادره تيجي فينا في القاهره ان شاء الله تعوض الفرق. واحنا محتاجين جون واحد ونقصد ناخد البطوله، مش نصعد، احنا هناخد البطوله بجون واحد. لو سجلنا هدف واحد على ارضنا ان شاء الله ناخد البطوله. فانا شايف النهارده اللي حصل كان عيب من اللعيبه مش المدير الفني، فخلينا نهدى شويه، ما نطلعش نهاجم المدير الفني وما نهاجمش اللعيبه دلوقتي، نصبر على اللعيبه. وبعد النهائي ان شاء الله هيكون هنا في مصر، وانا واحد من الناس هكون في الاستاد بعد ما يخلص الماتش ده بسوء كان بالنتيجه اللي الحمد لله احنا نرضى بيها، فالحمد لله ونقدر نعدي الحاجات الوحشه. لو بالخساره فنقدر نهاجم الاداره، نهاجم اللي احنا عايزين نهاجمه، انتوا ما عملتوش اللي احنا عاوزه، فبلاش نهاجم حد دلوقتي، نصبر يا جدعان بعد ما البطوله تخلص خالص يبقى نهاجم اللي احنا عاوزين نهاجمه وبس. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب وبس. سلام.